لو عندك سنة مفقودة بالشكل ده مش هيبقى قدامك إلا خطتين علاج منهمش تالت. العلاج الأولاني وهو إنك تعمل زرعة، والزرعة هو مسمار بتحطه في المكان الفاضي وتحط عليه طربوش وبيبقى شبه لون السنان اللي جنبه، وده الاختيار الأمثل، الاختيار اللي كل دكاترة الأسنان بتفضله، لأن الزرعة حاجة هتحطها مش بتأثر على السنان اللي حواليها، هتحطها ولو معمولة بشكل كويس هتنساها وتعيش معاك سنين. انما للاسف الكوبري بنلجأ له لما يكون المريض مش قادر يدفع ثمن الزرعه، فبناكل من السنتين اللي حواليه زي ما انتم شايفين كده، وبعدين بناخد مقاس بالشكل ده، وبعديها بنعمل حاجه اسمها بروفا. بنجيب حاجه معدن كده نحطها علشان نتاكد ان المقاس مطلع السنتين كويس جدا. بعد كده بنروح مرجعينه للمعمل لو هو مظبوط، لو المعمل معرفش يظبطه للاسف بنعيد المقاس تاني. دي النتيجه النهائيه للكوبري. ولكن لو جينا على عيوب الكوبري، لازم اكيد مش عارف حضراتكم ملاحظين ولا لا اختلاف اللون ما بين الكوبري وما بين السنين. مهما كان الدكتور والمعمل شاطر جدا اكيد مش هيعرف يظبط اللون زي لون سنان ربنا، وبالتالي ده من عيوب الكوبري، ان اكيد ممكن حد يلاحظ فرق طفيف ويعرف ان ده كوبري. حاجه كمان، لو المقاس مش متاخد بالماده اللي انتوا شفتوها دي اكيد يبقى المقاس فيه مشكله، مش هيطلع احسن حاجه. الكوبري مش هيبقى مقفل على السنه كويس، هيبقى مفتوح. لما يبقى مفتوح اللزق هيدوب بسرعه، فالكوبري ده بيقع كل شويه فبنحتاج نلزقه كل فتره. تاني حاجه، المكان المفتوح ده بيحشر اكل، ممكن يسبب مشاكل في اللثه، وكمان ممكن يسبب ان السنان اللي ماسكه الكوبري يتعمل لها حشو عصب، وبالتالي الكوبري ده بعد فتره بيتشال ويترمي، تتحمل تكلفه كوبري جديد. علشان كده لو انت معاك فلوس وعايز تعمل حاجه وعندك سنه مفقوده وعايز تعمل حاجه وتنساها، بقى عليك وعلى الزراعه، لان الزراعه دلوقتي بقت اوبشن ضروري لا مفر منه.